عندليب الدقي عشان ينفذوا الخدعة ان يبان محمد هنيدي مرتين على الشاشة والكاميرا كمان بتتحرك. كانوا بيلجأوا لعدة حيل، ومنها ان هم يجيبوا دوبلير ويقصوا عليه وش محمد هنيدي زي مثلا اللقطة دي. بس المشهد ده حصل فيه خطأ كشفت الحيل اللي هم كانوا بيعملوها، وهو ان وش محمد هنيدي المقصوص على الدوبلير كان بيتحرك وبيطفو فوق جسم الدوبلير بشكل واضح. شايف اللي انا شايفه فواز؟ شايف اللي انا شايفه فواز؟ واضح ان ابويا اثناء ما محمد هنيدي بيركب العربية بتاعته في 2 سكيورتي بيبقوا ماشيين وراه، وواحد منهم بيفتح الباب. خدتوا بالكم من الخطأ؟ تعالوا نشوف تاني. صحاب محمد هنيدي المصري بيبقوا واقفين على العناية المركزة علشان يحرسوا اخو العربي، بس لما بيجي الراجل اللي هو تبع الناس الشريرة بيمشيهم من عنده. بس بيبان ان ممثل من الممثلين بيطلع بره الكادر وبيفضل واقف جنب الكاميرا. سيادتك هسألك سؤال واحد بس، 1 باوند، هي دي عناية مركزة ولا مخففة؟ واللي بعت لنا الخطأ ده ماركو فهمي وأحمد شعبان وزياد حسام ومحمود سعيد. بعد ما محمد هنيدي بيرفض الصفقة ويخلص المونولوج بتاعه اللي في آخر الفيلم وبيطلع من أوضة الاجتماعات، الكاميرا بتبعد عن أوضة الاجتماعات وبتبان هي في النص ما بين البابين. لكن وأثناء ما الكاميرا بتبعد بيبان إن في إيدين من ورا الباب بتزق الباب بالراحة علشان يتقفل أثناء ما الكاميرا بتبعد. الكومبارس اللي بيسأله بيرد عليه بعد ما بيخلص الجملة بتاعته بيبحلقها في الكاميرا. ده اخويا صاحب الشركة. واللي بعت لي الخطأ ده الامبراطور محمد. جمانة المفروض رايحة تطلب الدكتور، بس بيبان في الإزاز بتاع الشباك اللي وراه إنها بتطلع بره الكادر وبتقف جنب الكاميرا جنب فريق التصوير اللي هو باين برضه. يا نهار اسود. بسرعة. شكلها حمى. لا بد من كمادة. يا نهار اسود. بسرعة. شكلها حمى. لا بد من كمادة. يا نهار اسود. واللي خد باله من الخطأ ده وبعته لنا ناصر رمضان صاحبه، وهو بيخش عليه بالموتوسيكل بتبان علامة الموتوسيكل على الأرض بتاعة الإعادات اللي عملوها في المشهد. لو عايزين نعرف المشهد ده اتعمل كم مرة هنعرف من عدد العلامات: 1 2 3 4 5 6 7. واللي خد باله من الخطأ ده وبعته لنا اللقطة اللي بيضربوا فيها على دماغه بالشومة بتبان بوضوح إنها حاجة كاوتش بتتني لأنها بتقعد تلظ في الهواء. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو دي أول مرة ليك هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.